إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثمرات الإيمان أعظم مشروع في حياة الإنسان هو مشروع الإيمان. قد يخسر الإنسان مشروعا من مشاريعه الاستثمارية في هذه الحياة، وقد ينجح في مشاريع أخرى. له فرص للاستدراك، له فرص للتعويض ما دام في هذه الحياة، ولكن أعظم مشروع يستحق الحرص الكامل من بني البشر هو مشروع الإيمان، لأن الإيمان يسعد صاحبه في الدارين، في دار الدنيا وهي دار ممر، وفي الدار الآخرة وهي دار مقر. لأن الدنيا قصيرة ولو طالت، بل هي أقصر من أن نقصرها، فختامها الموت، وحياتنا تنتهي بشهيق أو زفير، وكلنا إلى ذلك المصير. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا، وإن هفوا هفوة فالرب غفار. مشروع الإيمان هو أعظم مشروع، لذلك قال ربنا عز وجل في سورة النساء الآية 135: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، احرصوا على زيادة الإيمان، وحققوا كل ما يقوي إيمانكم، والقرآن يهديكم. مما يقوي الإيمان تلاوة القرآن بتدبر، مما يقوي الإيمان النظر في خلق الله وفي هذا الملكوت وفي هذا الكون الفسيح، كما قال ربنا في سورة فصلت الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولشجرة الإيمان التي يغرسها الإنسان المؤمن في قلبه ثمرات، من هذه الثمرات الأخوة في الله، هذه الرحم التي تجمع بين المؤمنين جميعا. قال ربنا في سورة الحجرات الآية 10: إنما المؤمنون إخوة. من ثمرات الإيمان السكينة التي يعيشها الإنسان ويسعد بها في الدار الدنيا، تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار، كما قال ربنا عز وجل: وهو يربط السكينة بالإيمان، فالسكينة ثمرة من ثمرات الإيمان، بدليل قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. من ثمرات شجرة الإيمان الرجلة. ربنا تحدث عن الرجولة واعتبرها ثمرة من ثمرات الإيمان. قال ربنا في سورة الأحزاب الآية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن فالرجولة من ثمرات الإيمان.
من ثمرات الإيمان التزام العمل الصالح. فالمؤمن يحرص على العمل الصالح سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان على وجه الاستقلال والانفراد أو بشكل جماعي. فالعمل الصالح والعمل الخيري هذا من سمات المؤمنين. ربنا قال في سورة الحج الآية 77: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال في سورة التوبة الآية 105: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال أيضا في سورة الكهف الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تأتي ثمرة أخرى وليست أخيرة من ثمرات الإيمان، هي الثبات. الثبات ثمرة من ثمرات الإيمان. ربنا عز وجل يعلم، قد سبق ذلك في علمه، أن الدنيا دار بلاء، دار ابتلاء. كلنا معرض للابتلاءات، للفتن، للمحن، للأمراض، لا ندري، ونسأل الله العفو والعافية. ولكن ما أحوجنا إلى أن يثبتنا الله. قدر الله أن يجعل الثبات ثمرة من ثمرات الإيمان، فربط الثبات بالإيمان كما في سورة إبراهيم في الآيتين، الآية 26 والآية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يرزقنا ثمرات الإيمان، ما نعلم وما لا نعلم. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم احفظ بلادنا الجزائر من كل سوء ومن كل بلاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة وفي فلسطين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.